اسمه المصريين. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الحقيقة النهاردة خبر فرحني. قريت في الأهرام النهاردة إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال هذا العام الحالي 12 مليار و4 من 10 مليار 12 مليار دولار، يعني بنسبة بزيادة 30% عن العام السابق. وطبعا دي ما فيهاش بقى تحولات للأهل ولا شيء، ولكن محاولة بينهم لمساعدة مصر. وعشان كده بقول المصريين هم. واستجاب رجل من شرفاء مصر من رجال الأعمال الأفاضل، وقد رأيت بنفسي هذه الاستجابة، والدليل انه جه من دبي لهنا استجابة لرجائي وطلبي. لقيته او اللي شاهدته حب العاملين المصريين له. هو رجل اعمال ولكنه انا بعتبره يعني عنده ملكات في التنمية البشرية، وقدر يتعامل مع الموظفين والعمال بصورة ذاهلة. من كتر ما يعني انا شفت حب وشفت ناس بتشتغل وبتتفانى. معانا رجل الاعمال الاستاذ ابراهيم جابر، رجل اعمال في ابو ظبي ودبي. السلام عليكم ورحمه الله، ويا الف اهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يعني اتشرف بوجودي معاكي في اي وقت وفي اي مكان دكتوره. ربنا يبارك فيك. وشرف كبير ليا جدا اكون معاكي في مصر هنا يعني. شيء جميل ان يجمعنا كلنا حب هذا البلد. يا رب. اشكرك شكرا جزيلا على المقدمه الجميله اللي قدمتيها. يعني انا ما استحقش كل لان الكلام انا ده والله. لمست ده بنفسي وشفت ده بنفسي. ربنا يخليك. ويكفي ان حضرتك جيت مخصوص وعمل لنا مفاجأة جميلة. وطول الوقت كنا بنتكلم نعمل ايه لمصر، ونعمل ايه لاولادنا، ونعمل ايه لشبابنا، ونشوفهم ازاي، ونشوفهم بأني عين، ونتكلم معاهم ازاي. الحقيقة كلام كتير وكلام جميل. عايزة حضرتك تحكي لي ازاي اولا بتشغل ما شاء الله مشغل اكتر من 120 او 130 مصري. 120 مصري وبيشتغلوا شغل. انا قلت لهم لما شفتهم لو انتوا يعني بهذه الكفاءة تشتغلوا بهذه الصورة في مصر، اكيد هتبقى مصر رائدة في هذا المجال. حضرتك كلمنا انت بتعمل معاهم ايه؟ والله خليني احكي لك قصه كلها من البدايه. يعني انا زي اي رجل اعمال موجود او زي مستثمر موجود بره، دايما بيدور على العماله الارخص. ايوه. ففي بدايتنا من 12 سنه او من 13 سنه بالظبط كون بدايتنا العماله الفلبينيه ارخص، العماله الفلبينيه اجود، العماله الفلبينيه التزاماتهم بالشغل اكتر. فاتجهنا للعماله الفلبينيه. وصلنا حوالي 65 70 عامل فلبيني. بعد 6 شهور لقينا معاناه رهيبه جدا في السلوك وطريقه تصرفهم، ولقينا منهم مشاكلهم كثيره جدا، يعني بالظبط اقل من انتاجهم اللي احنا كنا متوقعينه منهم في العمل يعني. فاتجهنا مره ثانيه، حاولنا مره ثانيه الطريق على العماله الهنديه والعماله الاسيويه. فخدنا العماله الهنديه والعماله الاسيويه برضه كتجربه مره ثانيه بنفس الفكره كلها. بعد ما دخلنا التجربه ولقينا العماله الاسيويه كلها مع احترامي ليهم جميعا، لكن هم انماطهم وسلوكياتهم لا تنطبق مع مدرستنا احنا او اخلاقنا احنا ملتزمين بيها. ففي يوم من الايام نصحني رئيس عمال عندي في الشركه وقال لي ليه ما نجربش العماله المصريه؟ فانا النهارده برضه هنوضح حاجات كتيره جدا يعني. فانا كرجل اعمال او كرجل مستثمر بره عايز طبعا في النهايه ان انا اعمل شغلي ينجح شغلي واقدم شيء جميل للناس واكون ملتزم بيه. وخصوصا زي ما حضرتك عارفه ان دبي او الامارات بشكل عام مدرسه التزام، مدرسه جوده، مدرسه البقاء للاقوى وللافضل يعني. بالظبط كده. فكان بالتالي احنا كنا محتاجين حد يعمل معانا ده ويكون ماشي طبقا لمدرستنا احنا او يطبق معانا القواعد دي كلها. في الاول قلنا نجرب التجربه المصريه. بدانا بحوالي 15 عامل مصري، والهم يعني انا بعتبر لهم ليهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ان هم فتحوا الباب لاخوانهم المصريين بعد كده. ودايما اقول لهم كده انتوا دايما اعمده اساسيه، انتوا فتحتوا الباب لان انتوا تجربتي معاكم مجرد تجربه زي ما جربنا في الاعمال الاخرى. بنقول نعمل قياس، بنحلل التجربه بعد 6 شهور لقينا نفسنا احنا ماشيين في اتجاه ايجابي بشكل، حققنا انجازات رهيبه ما كناش نقدر نحققها مع عماله ثانيه. بمعنى بس هديكي بعض الحاجات البسيطه اللي يمتاز بيها العامل المصري عن العمال الاخرين. لو العامل المصري يعني حضرتك جبتيه وحطيتيه في مدرسه الولاء والانتماء، حطيتيه في مدرسه الانسانيه في الاداره، بتلاقي عنده اخلاص شديد جدا
بتلاقي عنده ولاء شديد قوي مش ممكن تشتريه باي مال في اي عماله اخرى او اي جنسيه اخرى. لما العامل نفسه بيحس بمصداقيه القائد بتاعه او المدير بتاعه في الوعود اللي بينفذها له، في الالتزامات اللي بيحطها عليه، بالعوائد اللي بيوعدوا بيها بعد كده، بالتالي هو كمان بيبدع. يعني مثلث الامان لما بنوفر له مثلث الامان في الاداره هو نفسه بيبقى عنده حضرتك قلت كلمه حلوه قوي، انا بدخلهم من المدرسه الانسانيه. مظبوط. اول ما بيجي العامل او الموظف بتعمل له زي دراسه كده. صحيح. انا عايزه اعرف ايه المدرسه هي دي؟ انا بدير بالمدارس الانسانيه. هم الاداره طبعا 4 مدارس في الاداره، منهم العلميه والعمليه والانسانيه، فانا بدير بالمدرسه الانسانيه. أيوة. المدرسه الانسانيه بتهتم بالعامل في كل كيانه، في حياته الشخصيه، في اثناء تواجده، مش حلمه وامله وعايز ايه. من هنا كانت النقطه المهمه جدا ايه مساله الحلم. ان حضرتك عارفه كل شيء كبير في الدنيا بيبدا بحلم. كل اي انسان او اي شخص عايش على وجه الارض بدون حلم، بدون رؤيه للحلم، انا يعني طبعا خبراء الاداره دلوقتي حولوه حلم بدل ما يكون فيجن، بقى حلم. لان الحلم فعلا اقوى من الرؤيه كمان. الحلم انك تحلمي بشيء لازم تحققيه، وهنا كانت المعادله الصعبه. لما دخلنا شويه مع العماله المصريه وشفنا قد ايه هم، يعني انا اول ما جبتهم دبي وكان عندي الوقت ساعتها ان انا اقعد معاهم، قعدت معاهم كلهم وتقريبا قعدت مسكت كل شخص على حده وقلت له انت جاي تعمل ايه؟ انا كان هدفي من ده كله ان انا مش بس انترفيو، لكني عايز اعرف اشوف اهدافه في الحياه. ان انا اشوف هل هو انسان هيلتزم بتحقيق اهدافه او عنده هدف ولا ما عندوش. فلقيت اللي عنده هدف، اللي عايز يتجوز، اللي عايز يتجوز اخته، اللي عايز يبني بيته، اللي عايز يساعد اهله، اللي جاي يجرب بس مجرد انه جاي يجرب. فطبعا ده كان اول واحد بيمشي بعد فتره طويله. اللي كان عنده اهداف واللي كان محدد اهدافه بالتفصيل بالتحديد، هنا قعدنا حللناها وقعدنا رسمنا استراتيجيه او خطه ازاي نقدر نحقق له احلامه دي كلها، وكانت واضحه جدا قدام الناس. يعني حسيت بيه، يعني دي قضيه مهمه قوي، ما حدش بيحس بحد. انا هقول لحضرتك على حاجه. لما دخلنا في الموضوع ده لقينا ان المصريين جمال جدا واحلامهم بسيطه، وهي كل المشكله بس ان هو عايز واحد فاهم يقربه من الحلم بتاعه. يعني بس انت قربني من الحلم بتاعي وانا هعمل لك اللي انت عايزه، هوصل لده. فكل حلمه هو مبلغ بسيط جدا، ممكن بالنسبه لنا او بالنسبه للناس اللي عندها فلوس فهو مبلغ بسيط، لكن بالنسبه له مبلغ كبير. فقلت له تعالى بالارقام النهارده، انت مرتبك لو قلنا المينيمم مثلا بتاخد 1500 درهم في الشهر. ال 1500 درهم دول انت بتسكن وبتاكل وبتشرب، ده المينيمم بالنسبه للعامل. اول 3 شهور تجربه كنا كل سنه بناخد 30 40 عامل كل سنه، حتى الان محافظين على الحكايه دي كلها ودي هنتكلم فيها بالتفصيل. بنعمل لهم ندخلهم المدرسه بتاعتنا اللي هي مدرسه الالتزام، مدرسه الجوده، مدرسه الاخلاق، مدرسه القيم في الاداره مننا او منه هو شخصيا. وده المناخ العام اللي بتنجح فيه الشركات في دبي. حضرتك جايب حد بيدي محاضرات في هذا المجال؟ والله انا كنت في الاول بعمل ده مع العمال بشكل شخصي. دلوقتي انا بقى في طبعا مفوضين تحت مني، مديرين تحت مني بيعملوا الكلام ده بشكل مباشر معاهم. يعني بيأهلوا الموظف او العامل قبل ما يستلم شغل. ودي النقطه المهمه جدا لازم نتكلم فيها. لان انا معظم اصدقائي رجال الاعمال سواء كان هنا او بره يشتكي من العمل المصري من غير ما يجربه، على السمع فقط. لكن العمل المصري ده كنز. العمل المصري ده لو والله انا صادق في كل كلمه بقولها. يعني انت كنز يا مصري، يعني انت كنز، وبكره هيتعرف مقامك وهيتعرف قدرك. والله الحمد لله. يعني مش بكره بس، بالعكس احنا اتشاهدنا كتير، شركات كتيره جدا بسبب ان احنا حولنا او الفكر كله عن المصريين بره، بسبب ان احنا بداوا فعلا احنا بقالنا اكتر من سنه شغالين بنفس الكلام ده كلام حقيقي. في حد تاني بدا، لان انا شايفه العماله للاسف هناك كلها العماله اسيويه. نتمنى يكون البرنامج ده دعوه لانتشار العدوى، مش عدوى، هي عدوى جيده طبعا ده العدوات السيئه اللي هي عدوى استخدام العماله المصريه او فكر استخدام العماله المصريه. بس قبل ما تستخدم العمل المصري ده، انا بتكلم طبعا على مستوى معين من الناس اللي هم المحدودين، لكن الناس الاداريين فاهمين الكلام ده كويس. اهله بس شويه، يعني خد معاه تجربه انك تعيش معاه شويه انسانيا. تعرف هو بيفكر في ايه، تعرف ايه احتياجاته هنا. لما بدانا نحط العمال كلهم على التراك بتاعنا، بدانا نقرب لهم الحلم بتاعهم. انت عايز تتجوز، ففي خلال سنتين ممكن يبقى عندك 40 50 الف جنيه لو انت عملت سيفنج او عملت تحويش لمده سنتين، ممكن تنزل تحقق حلمك وتبقى قربت من الحلم بتاعك كلها. هنا اصبح هو عنده فتره زمنيه يشتغل على تحقيق حلمه كويس جدا. اول ما واحد حقق حلمه بيشجع الاخرين ان هم يستمروا، ان هم يكملوا. شيء جميل، ربنا يديك الصحه والعافيه. طيب عايزه برضو اعرف عشان حبايبنا اللي بره رجال الاعمال ما يبقوش مخضوضين من مصر، يعني وما يهربوش زي ما حصل قبل كده. ايه المشاكل اللي حضرتك شايفها بتواجه رجل الاعمال في مصر واي مستثمر تاني؟
انا هقول لحضرتك بمنتهى الصراحة. من وجهه نظري انا بمنتهى الصراحه، وانا دايما الحمد لله دايما بحب اكون صريح في كل كلامي. أيوة. ان دايما كلنا عايشين بره في مدارس مختلفه، سواء كان مدارس في السيستم الحكومي او مدارس في الاداره المختلفه اللي بره، والمناخ نفسه بتاع البيزنس مختلف عن مصر. أيوة. من قبل كده كان طبعا الكيكه كلها او التورته كلها متوزعه على اشخاص معينين، هم اللي بياخدوا ثروات البلد، هم اللي بياخدوا خير البلد كله، وهنا نتج عنها عدم وجود عداله اجتماعيه. فكل المستثمرين المحترمين او كل المستثمرين اللي هم الجادين في البيزنس بتاعهم كانوا بيبعدوا عن مصر، نظرا ان هم مش مؤهلين ان هم يخوضوا تجارب او يخوضوا مشاكل او يقابلوا معوقات كتيره جدا ممكن تمنعهم. لكن دلوقتي الموضوع اختلف. الموضوع اختلف، مش بس ان احنا يبقى بنتكلم بس عن مصر. انا في الاول في دور علينا احنا كرجال اعمال موجودين بره، وفي دور على الحكومات الموجوده او الحكومه الموجوده حاليا او اللي هتيجي لاحقا بعد كده. ارجوكم يا جماعه تفهموا متطلباتنا ايه، ارجوكم حاولوا يبقى في حد متخصص يزيلوا العقبات دي يزيل العقبات دي كلها طبعاً. بالكامل. احنا بره بسهوله جدا بنعمل شركات، بنعمل رخص تجاريه، بنشتغل في نقطه عين، ده بيخلينا يبقى عندنا فرصه نشتغل اكتر من نضيع وقتنا في المواقات اللي ممكن تقابلنا بعد كده. طب حضرتك تقول ايه في الاموال المهربه في الخارج؟ يعني من وجهه نظرك ترجع ازاي؟ وسمعت ان في، وده مش سامعه ده بالاحصاءات، ان في 100 مليار جنيه او مش عارفه مليار جنيه ولا دولار، المهم لرجال اعمال بتعمل في الخارج وفي دول عربيه، 5 دول عربيه. يا فندم الكلام ده صحيح؟ دول مش رجال اعمال، دول مش رجال اعمال شرفاء. رجال اعمال، اي رجل اعمال شريف بيبقى عنده رسالتين: رساله المكسب عشان يستمر وينجح، ورساله القيم والمبادئ وتنميه مجتمع. لازم يكون عندنا كده. انا في الاخر بندور في بلدنا، بندور في بلد تعلمنا منها ونشأنا منها، زي ما حضرتك اتفضلتي قلت في برنامجك. في الاخر في دين علينا نرده. لكن الرجل الاعمال اللي بياخد الفلوس صراحه بره البلد، ده رجل اساسا جابها بطرق غير مشروعه، او مش عايز اظلم الناس كلها، ولكنه خوف من اشياء اخرى، خوف من حساب في يوم من الايام. هروبا في مصر محتاجه الناس ترجع فلوسها، مش تطلع فلوسها بره. يعني ده التوقيت، يعني توقيت بجد مش مناسب جدا. بالاضافه ان هو بيزود اعباء مصر اكتر، بدل ما نساند مصر اللي تربينا في ارضها وتعلمنا في ارضها، لا بنزود الحمل اكتر، بنزود العبء اكتر عليها. وده يعني خصوصا وان البطاله عندنا بنسبه 12%، وخصوصا ان شبابنا مش عارفين يعني حتى يفتحوا بيت ولا يتجوز. وفاصل ونرجع نتكلم في موضوع مهم جدا، وربنا يبارك لنا فيه. ربنا يخليك يا رب. المصريين هم في الدنيا أول أمة، المصريين هم في الدنيا أول أمة، متحضرين ومؤمنين. المصريين هم حيوية وعزم وهمة، المصريين هم حيوية وعزم وهمة، جيل بعد جيل متقدمين. المصريين المصريين المصريين. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، ده انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيشي يا مصر في عزة ونصر، تعيشي يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيشي يا مصر في عزة ونصر، تعيشي يا مصر في عزة ونصر، مرفرف فوقنا علم ونشيد.